من اللف الأظافر تقول صدف. أشبه الرجال وما أدراك ما أشبه الرجال. فبصراحة كده أحبابنا الطيبين الناس ديل بيقولوا لنا كتار. نبدأ لكم بعلي كايرو شعل بيجو. الشجر النبت نبك النبت النبي جك جك. وهي مكايرو خالة شغالة ولا شافعة بجمالها. اللي ما عنده خالة حياته بطالة. الشجر الكبار فيه والسموك، والشجر الكبار ضلوا رامي لقدام. عيبوا لي النيم ده ماله. وحمادة عباسية خلينا وحسام في عيونه كفايرة ومحنة يا عوازي ما تروقوا ما الله بيدي الجنة. ومصطفى شلاقة عطشك دلالة باقي عقاق سوى الثلاجة دولا. وباقي الناس خليهم بالنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة يا جماعة الناس اللي قلت لكم ديل يا جماعة باعتبارهم حفات موجودين في المجتمع، والناس ديل يا جماعة كل يوم بينتشروا وماشيين في تزايد، وكل بعد يومين ثلاثة بنسمع لنا فنان جديد ظهر في الساحة. ويا ريت لو ظهر فنان يقولوا عليه فنان، لا كونه هابط كلام ما مفهوم حركات بتاع النسوان، يعني حاجة كده بتودي الناس في جحيم. نسأل الله السلامة والعافية. فباختصار شديد يا ريت الجهات المختصة أو اتحاد الفنانين كويس يشوفوا حل للناس ديل ويحاولوا إنه يوقفوهم، ويكون في جهات مسؤولة منهم. لأنه بصراحة كده أحبابنا الطيبين الحاجات اللي بتحصل من الناس ديل حاجات والله يعني حاجات غريبة جدا جدا. كونه راجل يا جماعة يجي يقف وسط الرجال ويتمايا وينادي هي يا فلانة ويا خالة ويا شنو ويا شنو، دي حاجات والله بصراحة كده ما بتشبهنا نحن كمجتمع سوداني، ما بتشبهنا على الإطلاق. والحاجات دي يا جماعة بعد مرور الوقت بتضيع ناس كتير جدا جدا كويس. زي ما قلت لكم يا جماعة خنام ده عبارة عن فيروس، عبارة عن فيروس وحيتعايش معانا في المجتمع وحيضيع لنا الجيل القادم. فعشان كده دايرين الجهات المختصة أو اتحاد الفنانين ينظروا في أمر الناس ديل ويحاولوا ينقذوا المجتمع منهم في أسرع وقت ممكن. ودمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه لحد ما نجيكم بموضوع جديد. سلام.